السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناة أهل الرياضة. في هذا الفيديو سنتحدث عن المشاركة الأقرب للمنتخب اليمني للناشئين، وكذلك سنتحدث عن قرار اتحاد غرب آسيا المفاجئ. لكن قبل البدء بالفيديو أتمنى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات لتصلك آخر الأخبار الرياضية. أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم عن إقامة بطولة غرب آسيا للناشئين للعام 2023. كما أعلن اتحاد غرب آسيا على أنه يسمح بالمشاركة في هذه البطولة من مواليد 2008 و2009، حيث سيسبب هذا القرار خسارة كبيرة للمنتخب اليمني للناشئين، لأنه سيفقد الكثير من لاعبيه بسبب تجاوز الأعمار السنية، حيث أنه لن يشارك من المنتخب اليمني للناشئين سوى 6 لاعبين فقط، وهم اللاعب وضاح أنور، واللاعب عادل عباس، واللاعب عبد الرحمن الخضر، واللاعب زيد الجراشي، واللاعب يونس حميد، واللاعب أحمد المشكي. أما عن بقية اللاعبين فلن يستطيعوا المشاركة بسبب تجاوز الأعمار السنية، وستكون هذه البطولة هي أقرب بطولة للمنتخب اليمني للناشئين، حيث ستقام من تاريخ 1 من سبتمبر وحتى تاريخ 15 من الشهر نفسه. وستكون الدولة المستضيفة للبطولة هي دولة سلطنة عمان. وإلى هنا ونكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى إذا أعجبك الفيديو الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات لنستمر بنشر آخر الأخبار الرياضية.